بالظبط. حلو قوي. انت بتعمل ايه بقى؟ ده بزرع. بقى اللي خلاني اصورك. انت بتعمل ايه؟ بزرع توم في الفراوله. لا وريني بقى، في الحتت استنى الفاضية. ده توم. ده توم. ايه اللي جاب التوم هنا؟ بزرع في الحتت الفاضيه توم. يعني ده بيتعمل دايما؟ يعني دايما لا مش فراوله؟ لازما، بس في ناس بتحب لا لا لا، يعني قصدي تحمل نباتات تانية مع الفراوله في الاماكن الفاضيه يعني. ليه؟ عشان كده الفراوله يعني فيها مساحات مثلا ينفع يتزرع فيها سهل؟ عمرها كبير. البركه اللي هرجع بيها لسه هتقعد لها شهرين على ما تجمع، فاحط فيها توم افضل يعني. بياخد قد ايه التوميه دي؟ ده توميه انت بتحط اه فص توم عادي خالص؟ على ما بيطلع بيقعد حوالي 4 شهور. 4 شهور. ويبقى ايه بقى؟ يعني يطلع كده توم في وسط يكون الفراوله؟ عمل راس توم. ما يأثرش على الفراوله ولا طعمها ولا اي حاجه؟ لا ما يأثرش على الفراوله. مع ان المفروض بيمتزجوا تحت مع بعض، ممكن ياخدوا من بعض، يأثروا على هو بعض. ممكن يعني ايه ينافسها في قدر بسيط من السماد والضوء. ايوه. لكن انا كده بزرعه بعيد عن الفراوله.